مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ فيديو اليوم رح نعمل فيه وصفة البسكوت بشوكولا وبسكوت بجوز الهند. من أجمل وأطيب الوصفات اللي أنا عملتها عن جد. بسكوت كتير طيب ولا أطرى من هيك. وإذا بتحبوا هيك تقدموه لأولادكن عن جد بيكون صحي ولذيذ. تابعوا معي لحتى نبلش بالمقادير ونقول بسم الله. وأول اشي هون بنحط الطحين. أنا حطيت طحين وحطيت معه الحليب والنشا. طبعا هو عبارة عن 3 كاسات، كاستين ونص طحين ونص كاسة نشا ومعلقة حليب. طبعا هذا الحليب اختياري، فيكم ما تحطوه بس أنا بحب نكهته. خلطتهم وهون أنا رح أفرك الطحين بمعلقتين سمنة. طبعا عيار السمنة أنا رح أكتب لكم المقادير كلها بصندوق الوصف، بس عيار السمنة تقريبا كاسة ونص. بس أنا بحب أول شي بداية أفركه بمعلقة أو معلقتين سمنة للطحين لحتى ياخد هي الهرشة تبع البسكوت كتير لذيذة. وحطيت له بيضة. هون طبعا اول شي حطيت بس معلقتين سمنة وفركته كتير منيح خلطته مع البيضة، وبعدين رح احط له الفانيليا او الباكنج باودر ورشة ملح هيك بربع معلقة صغيرة. تمام، وخلطتهم كتير منيح وبلشت احط لهم السمنه الدايبه. هون انا دوبت السمنه ذوبان بس وبخلطهم، مو عجن، لا تعجنوا البسكوت، ما بيحتاج لعجن ابدا، هيك مجرد ما انه تخلطوهم لحتى وصلت لهذا القوام. طبعا انا رح ريحها شوي بالبراد. بس هون قبل قسمت العجينه لقسمتين. قسم رح احط له جوز هند نص كاسه، والقسم الثاني رح احط له كاكاو، وبخلطهم وبريحهم شوي بالبراد لمده نص ساعه او اكثر شوي، معلش، لانه السمنه كانت دايبه لحتى ما يعذبني بالشغل. هون طالعته واحتجت هون شويه سمنه. انا قلت لكم حطيتها بالتدريج. احتجت معلقه بمعلقه تقريبا لكل مقدار. وهيك وبلشت اشتغل فيهم. طبعا هون انا قبل ما ابلش اشتغل فيهم بحط لهم معلقه او معلقتين مي دافيه، بس مو اكتر، لحتى عفوا مو مي دافية، مي بحرارة الغرفة، لحتى بس يساعدني بالشغل وما يعذبني ويفرط معي، لأنه بس سمنة، قوامه بس سمنة، ما تكتروا له مي، مجرد معلقة أو معلقتين وانتوا رح تشوفوا انه لحالها لمت معكم العجينة. تمام، وهيك فردتهم وبلشت شكلهم. وبنتي حبت تساعدني هيك، أصرت إلا هي بدها تساعدني. طبعا البسكوت هذا كان على طلب بنتي، كتير بتحبه. تمام، وعملنا الاشكال اللي انتوا بتحبوها، الاشكال اللي بدكم اياها فيكم تعملوها. وهيك لحتى خلصنا كل الكمية ورصيتهم بالصياني وبعدين على الفرن. طبعا الفرن كان حميته مسبقا. وبعدين لما حطيتهم كانت الحرارة متوسطة، يعني ما كتير حامي ولا كتير بارد. وبتخبزوهم تقريبا بياخدوا معكم ربع ساعة. ما تخبزوهم اكتر من هيك، بتلاحظوا استووا وما بده ياخد لون البسكوت، بده يضل هيك لونه مثل ما هو ويضل ابيض. مشان ما يحترق، يعني لا تطورون اكتر ومشان ما يقسى. وهيك وبس وبيصيروا جاهزين. بتمنى تجربوا الوصفة، عن جد كتير سهلة وما بدها كتير شغل، وصحتين وعافية على قلبكم. بتمنى تكونوا عم تحبوا وصفاتي، وبتمنى تعملوا لي لايك وتشتركوا بقناتي. وشكرا كتير لكم، ويلا باي.